يعني مقطع من حلو. أعزائي المشاهدين أحييكم تحية طيبة والتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة في أسبوع. مباراة اليوم راح تكون مع مباراة المنتخب مع الكويت، والمخرج عبد الحليم الدراجي هي أن هذا المقطع. وتنقطع الكرة، تحويلة لسعد قيس، سعد ممتازة لحبيب جعفر وإلى أحمد راضي، أحمد ممتازة يراوغ واحد وتنقطع من الدفاع الكويتي إلى رمية جانبية. الفريق العراقي ده يلعب بمستوى جيد، وعلى أحمد يلعب الرمية الجانبية إلى هادي وفلاح داخل منطقة الجزاء، وأحمد راضي وضربة رأس بديعة الهدف الأول للفريق العراقي بالدقيقة هاي احيانا هيك فنوبات تصير هجمه مرتده هسه على الفريق العراقي. وضربه هدف للفريق الكويتي. اللعب الى خط الدفاع محبوب جمعه، ممتازه محبوب يعبر خط الوسط الى هادي، وتنقطع ايضا من الدفاع العراقي. اللعب ضربه رميه جانبيه للفريق الكويتي، وجاسم يعقوب، جاسم ممتازه الى فيصل الدخيل، فيصل الى عنبري وخطره وفيصل الدخيل، والهدف الاول للفريق الكويتي. والهدف الاول جاء من خطا دفاعي، يعني ما ممكن لاعب كره قدم ابوي يطلع له لا تظل هيك. والهدف العراقي اكيد الموضوع يعني مرتبط. يعني حبايبي المشاهدين لو كنا مغمضين هسه وكنا نسمعه كنا نسمع مؤيد بدري. تحيه لك استاذ عباس.